أحكي لك حكاية مش أغرب حكاية حصلت، بس يمكن أكتر حكاية مفيش حد قدر يفسرها لحد النهاردة. في بيت ولع بيحصل، بس الغير طبيعي إن كان في أطفال جواه واختفوا، ولا جثة ولا عظمة ولا أي أثر. استنى، ما تخافش، دي القصة لسه هتبدأ. في سنة 1945 في ويست فرجينيا، ليلة الكريسماس، عيلة سودر قاعدين في بيتهم، أب وأم و10 أطفال. ضحك وهزار وأكل وجو عائلي جميل، يعني الليلة المفروض تنتهي بكوباية شاي وفيلم هوم ألون ويناموا، بس ما تنتهيش بمصيبة. لكن فجأة التليفون رن، الأم ردت ألو، ست غريبة بتسأل على اسم حد مش موجود، وصوت ناس بتضحك في الخلفية، وقفلت. غريبة شوية مش كده؟ بس عادي، ممكن ناس غلطانة في النمرة. محدش ركز مع الموضوع قوي. بس استنى، في حاجة تانية حصلت. قبل ما يدخلوا يناموا، الأم سمعت خبطة جامدة قوي على السقف. مش صوت رياح، لكن كأن حاجة اتحدفت فوق السطح. بس برضو ما ركزوش وكبروا دماغهم، وبعديها بساعات الأم والأب صحيوا على دخان وحريق، البيت كله بيولع. النار مسكت في البيت بسرعة، الأب جري ينقذ اللي يقدر عليه، وقدر فعلا يطلع شوية من الأطفال، بس 5 منهم كانوا فوق في الدور اللي فوق. حاول يطلع لهم بس ما لقاش السلم، راح يدور على السلم مش موجود، اختفى. السلم اللي دايما في مكانه اتشال. لما حاولوا يتصلوا بالنجدة اكتشفوا ان سلك التليفون مقطوع، مش اتحرق، اتقطع. الله، ده كأن حد ما كانش عايزهم يطلبوا مساعدة. جري الأب على العربية عشان يهربوا بيها ويروحوا يجيبوا حد يساعدهم، لكن حاول يشغلها مرة 2 مش عايزة تشتغل، يحاول يجرب العربية التانية برضو ولا واحدة اشتغلت. يعني في نفس اللحظة السلم اختفى، خط التليفون اتقطع، والعربيات عطلت، والبيت بيولع. الموضوع تحسه مش طبيعي، بس استنى لأن اللي جاي أغرب. المطافي وصلت والنار اتطفت. بدأوا يدوروا على الأطفال اللي كانوا فوق، بس مفيش أي جثث، مفيش عظام، مفيش أي دليل إنهم كانوا هناك. إزاي يعني 5 أطفال يختفوا كده؟ إزاي؟ طب نزلوا إزاي من غير سلم؟ استنى بس لأن التحقيقات هتجننك أكتر. قبل الحادثة بفترة، في راجل غريب قال للأب بيتك هيولع وأولادك هيضيعوا. طب ده كان بيهدده ولا كان عارف وبينبهه ولا إيه؟ استنى بس، مش كده وبس، التحقيقات الشهود بدأوا يظهروا. واحد قال إنه شاف الأطفال في عربية ماشية بسرعة ليلة الحريق، وواحدة قالت إنها شافتهم بعد الحادثة في مطعم. يعني إيه؟ يعني الأطفال خرجوا من البيت؟ طب إزاي؟ وبعد سنين الأم استلمت ظرف جواه صورة شاب ملامحه شبه ابنها جدا، ووراها رسالة غريبة. الله، طب لو ده هو ابنها يبقى عاش؟ لو مش هو يبقى حد بيلعب بعقلهم؟ طيب بص، قبل ما نقول النظريات خلينا نفكر بالعقل شوية. لو ده حريق عادي يبقى لازم يكون في عظام، بس مفيش، يبقى قدامنا احتمالين: حد خطف الأطفال واستغل الحريق وخدهم. الاحتمال التاني إن الحريق نفسه كان معمول عشانهم، يعني مش حادثة، ده كان هدف، وده ممكن يفسر سلك التليفون والحاجة اللي اتحدفت على السقف والتحذير. طب استنى بقى، خلينا نفكر بطريقة مختلفة خالص. احنا طول الوقت بنفكر ان في حد من بره دخل وخطف الأطفال، بس ايه اللي يحصل لو الموضوع مش كده؟ ليه ما يبقاش اللي حصل ابتدى من جوه البيت نفسه؟ مش بقول ان ده اكيد، بس في احتمال ناس فكرت فيه. عيلة كبيرة، 10 أطفال، مصروف، ضغط، مسؤولية، ليه ما يبقاش في لحظة قرروا يتخلصوا من جزء من الحمل ده؟ مش قتل، لكن بإنهم يخرجوهم من حياتهم. وإيه أسهل طريقة تغطي بيها على ده؟ حريق يخلي الكل يفترض إنهم ماتوا ومحدش يدور عليهم. بس استنى، قبل ما تصدق الفكرة دي خلينا نسأل شوية أسئلة. لو الأهل فعلا ورا ده، ليه الأب فضل سنين يدور عليهم؟ ليه عمل لوحة إعلانات كبيرة؟ ليه دفع فلوس ومكافآت؟ ليه يفضل متمسك إن هم عايشين لو هو أصلا اللي مخبيهم؟ وكمان الصورة اللي ظهرت بعد سنين، شاب شبه ابنهم جدا، لو ده تمثيل يبقى ده تمثيل مرعب، ولا يمكن في حد تاني يستغل الحريق وخد الأطفال بجد؟ خليني أقولك حاجة، كل حاجة كانت بتقول إن في خطر، مكالمة غريبة، صوت غريب على السقف، تحذير، بس محدش وقف. يمكن المشكلة مش في اللي حصل، يمكن المشكلة إنهم ما صدقوش. خليني أسألك سؤال، آخر مرة حصلت حاجة غريبة في حياتك وطنشتها؟ آخر مرة حسيت إن في حاجة مش مظبوطة وقلت عادي؟ إيه يضمن لك إن مفيش حد كان مخطط لك حاجة وإنت مش واخد بالك؟
مش كل الكوارث بتيجي فجأة، أحيانا بتبقى جاية من بدري وبتخبط على الباب الأول وإنت بتختار تتجاهل. ده كان لغز النهاردة من ما وراء الحقيقة. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في التعليقات وقول لي رأيك بصراحة. تفتكر هي حادثة خطف ولا في حاجة أكبر من كده؟